بان لي بعض الاخوان البقاله كيتشكاو من واحد البرودوي هاد اليامات، هاد البرودوي ديال غسيل الاواني بلا ما نسميو سميتو. قال لك اسيدي حكا الكليان كيتشكاو من هاد الزياده اللي زادوا موالين. يا اخي انت راه وسيط، راه اقسم بالله نهار تعيقوا يا صاحب الحوانت، نهار تعيقوا بهاد المساله هادي. خذوا العبره غير من البيض ومن الدجاج. دابا شنو واقع اليوم؟ راه خصك تعرف انك انت عندك واحد الدور مهم في هذه السلسله ديال البيع، لانك منك للمستهلك. حسبوا شحال من حانوت كاين في المغرب، وشحال من حانوت كياخذ من عند هذه الشركه، وشحال من حانوت كياخذ من عند مول الهري نفس البرودوي. تصوروا معايا هاد الحوايج كلهم، اتفقوا انه الحاجه اللي تزاد وكيتشكى منها الكليان. من طبيعه الحال انت ماشي سوقك في الزياده ولا سميتو، الشركه تزيد الا بغات تزيد، ولكن الا شفتي راسك كتبقى تبرر للشركه علاش زادت وكتصبر الكليان اللي كيقول لك هذيك الهضره، راه عندك واحد الباب واسع تقدر تخرج منه. ملي يجي عندك الفوندور يقول لك هذه الحاجه راه تزادت، قول ليه اسمح لي يا خويا الله يجازيك بخير. لا سيما انه بحال هاد البرودويات كاينين شركات كتار ومنافسه ونفس لا كاليتي، ماشي زعما اقل ولا شي حاجه، لا نفس. وتحيه للسي سعيد. كاينين شركات دايرين ثمن زوين ومقبول، خاصك انت تحاول تبيع داك الشيء اللي بغيتي انت تبيع. الا كانت الحاجه بحال في لاكاليتي ديالها بيع اخويا، قول لي راه بحال وقنع الكليان، قول لي هادي ناقصه لك درهم وكذا وبيعوا شي، وخلي هذيك الشركه تشمس حتى وكان اتقى الله، حتى وكان ترجع للصواب ديالها، حتى وكان كما كيقولوا حتى وكان ترجع للرشد ديالها، وخليوها في الحجم ديالها الطبيعي. على ما الشركه بتغلبك وكاين البديل يحصرها. وعولنا عليكم ديروا واحد الاتفاق على واحد الحاجه اللي ربما ما كاين كاع البديل ديالها. هانتوما الحوايج اللي فيهم البديل وحلتوا فيهم. برودوي غالي لا خويا خليه عندك، راه كيبرزني مع الكليان وكيدير المشاكل، اش غادي نشدو عندك؟ اشنو غادي نربح فيه؟ والمشكل والطامه الكبرى ان الربح كيتنقص لك، كتحاول تنقص معاه يمكن من الربح ديالك، والشركه زايده عليك، يعني بلي لا يطري عليك بغيتي ولا ما بغيتيش، وانت ما كتقدرش تزيد داك القدر اللي زادت الشركه. احسن حاجه ديرها والطبيعي، ماشي زعما احسن حاجه يعني فضلا منك ولا غادي تزيد شركه درهم وغادي تزيد انت درهم، ماشي الشركه تزيد عليك درهم وانت تزيد 10 درهم، لا زادت درهم زيد درهم. بقات لك هذيك السلعه ما كتباعش خليها للشركه، المره الجايه ملي يجي الفوندور قول له هاد السلعه راه ما تتباعش خليها حتى، وغادي تخليها هكاك مبلوكين. ملي غادي يجي الفوندور لواحد الحومه ولا واحد السيكتور كيسر به، عوض يدي منه واحد 30 ولا 40 الف درهم غادي يدي غير 10000 درهم ولا يدي غير 5000 درهم ولا ما يدي والو كاع. يعني المدير اللي قاعد فوق الكرسي وفي البيرو ديالو مكيف مع راسو، يعني بالهواء بالكليماتيزور، وتيقيد وقت ما بغى يزيد وقت ما بغى كذا يبدلوا مباراج كيبدلوا، ما عندك حتى قيمه انت كمول الحانوت كنقطه بيع. خليه يوصلوا هذا الصاد باش يوقد راسو ويخرج يهبط للتيران ويشوف اش كاين. ايوا هادشي اللي كاين، الحل راه بين يديك وساهل، ما غادي تخسر والو، حتى التجاره ديالك ما غادي تخسر فيها حتى حاجه. يعني في الغالب التاجر كيخاف من الخساره، يعني انت هاد المساله اللي درتيها ما عندك فيها حتى خساره. الانسان اللي باغي يغسل المعانات ديالو غادي يجي وغادي يدي، الا ما لقاش هذاك غيدي هذا. الشركات كلهم عندهم بلاصتهم في السوق، مشيتي لهادي اختار الشركه الاخرى. راه ملي يجي الانسان الكليان المستهلك عندك ما يلقاش ويمشي عند الاخر ما يلقاش ويمشي عند الاخر ما يلقاش، راه غادي يقتي، غادي يدي داكشي اللي كاين في السوق وداكشي اللي عندك. هو باغي يغسل، ماشي يتسنى حتى تجي ديك السلعه ولا يبقى تيقلب ويضيع الوقت ديالو. نهار نفيقوا بهذه المساله هذه نقدروا نمشيو بخير وعلى خير. هادشي اللي كاين. لاش انت الشركه تزيد وكتربح وانت كتعصب راسك معاها وكدير فيديوهات الشركه زادت الشركه نقصت الشركه؟ لا، قوه ناعمه يا اخي غادي تهبط بها ديك الشركه بابها الله. راه انت اللي كتبيع لها سلعتها بدون مقابل، كيجي الفوندور كيحط لك كتخلصوا السلام عليكم وكيمشي. مازال مول الهري راه كيحط لك وكيتخلص في راس الشهر ولا في السيمانه الجايه ولا الى اخره، انت راه كيحط لك السلعه وكيتخلص ديك الساعه. يعني كاع مقومات يعني انك تورك على ديك الشركه عندك كمول الحانوت، ما تقدى لا من عند الفوندور في الشركه وما تقداش حتى من عند الهري، وخلي هذيك السلعه ديالهم حتى وكان يشوفوا شنو غيديروا بها. هذا هو الحل الوحيد اللي عندك. اما تبقى كتبرر في الفيديوهات راه كاع ما يتسوق لك حتى واحد. خرج مثلا وهز البرودوي وكتقول له الشركه زادت وكذا وكتجي لنا مشاكل مع الكليان، مالك عليها، اش ربح فيها كاع هذيك القرعه راه فيها درهم ولا درهم ونص ولا ما كاينه كاع ولا 10 دريال، ودير هذه الحاله ما كاينلاش. يعني الحل عندك يا ايها البقاله، راه الحل عندكم في يديكم. اقسموا بالله وتحطوا على هذا القلب هذا حتى تربيو كاع الشركات اللي كتغطرس عليكم، كاع الشركات اللي كتمارس الغطرسه على البياع والشراي وعلى البقال اللي كيبيع ليها سلعتها،
راه غادي تهبطوا حتى الارض وغتجي حتى لعندكم. المدير التنفيذي يقدر يجي يدور على الحوانت لانك انت عندك واحد القوه ولكن للاسف ما عرفتيش تستعمل.